السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله يا رب. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم بسبوسه بالبرتقال بشكل فردي اللي تجي هشيشه ورطبه. اول حاجه غادي نحتاج كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب، كاس عصير البرتقال، نصف كاس من الدقيق، قشور برتقاله، قليل من الملح، قليل من خميره الخبز، ملعقه من الخل، ملعقه كبيره، جوج بيضات، جوج خمارات، وسميد حسب الخليط، سميد رقيق. اول حاجه غنبدا بها هي البيض. نزيد كاس من السكر، كاس زيت، هنا عندي قشور البرتقال، قليل من الملح، خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من الخل. غادي نزيد هي الخمارات، دابا بعد ما خلطتهم غادي نزيد عصير البرتقال والحليب، نخلط كل نزيد دقيق، صافي. دابا نبدا نضيف السميد تدريجيا، صافي ونخلط. صافي نزيد ما تبقى لي من السميد. كيف كنتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال العجين. صافي هنا بعد ما نسجم ديال الخليط كيف ما تشوفوا معايا تيجي خفيف. انا هز ليا 3 كيسان ونصف من السميد. انا عندي صافي عندي هنا الليمون اللي دهنتهم بالزبده، نفرغهم فيهم. باش ما نطولش عليكم كمل ونرجع معكم. صافي كيف ما تشوفوا معايا انا كملتهم كاملين. شاط ليا من العجين درت فيه هاد الليمون هادو. انا غندخلها الفران اللي غادي يكون بارد يطيبوا تقريبا واحد 20 دقيقه، ونرجع معكم باش نحضروا الكريمه ديال البرتقال. صافي هنا بعد ما طابوا غادي نوضعهم على جنب حتى يبردوا وندوزو باش نحضروا الكريمه ديال البرتقال. هنا في الكريمه غادي نحتاج كاس ونصف من عصير البرتقال، مع 2 معالق كبار من السكر، مع معلقه ونصف من كريم باتيسير وفاني بنكهه البرتقال. غنضيف السكر، كريم باتيسير، خلطهم عاد ونوضعهم فوق النار تينسجموا. زيد فاني، صافي نديرهم فوق النار ونرجع معكم. صافي هنا نبقى نحرك منيداش من التحريك.
تقريبا مدة 7 دقائق حتى 10 دقائق حتى يرجع لنا على شكل كريم. عاد نزولو من فوق النار. صافي هنايا ها هي الكريمه عندي واجده تجي على هذا الشكل. تنضيفها على الكيك تكون باقا سخونه. نكملهم ونرجع معكم. صافي هنا بعد ما ساليتهم كاملين غادي نزينهم بلوز ايفيلي وحبيبات من الشوكولا. المهم التزيين تيبقى اختياري. كان هذا هو الشكل النهائي في الاخير، تيجيو على هذا الشكل. بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش جيم الصفحه ديالي باش يوصلكم جديد. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.